اسم وحدات الحماية الشعبية. وقلتم ماذا؟ وقلتم أنه بذلنا دماء وكذا وما إلى ذلك. يعني بتقديري لا يوجد أي تقاطع في هذا الخصوص فيما يتعلق بموضوع أنه استلهم مسعود برزاني أفكاركم. لا، هذا شيء يعني لا أعتقد أنه له يعني سند في هذا السياق. الممانعة العربية أيضا يعني تعول كثيرا على تركيا. يعني لا تركيا يعني نحن لا نرفض، لكن تركيا ترفض. لا، تركيا لا ترفض. حجم التبادل التجاري ما بين كردستان وتركيا حتى الآن 11 مليار دولار. بعد الاستقلال ربما يتحول إلى 22 مليار دولار. يعني وحجم التبادل التجاري بين كردستان وبين تركيا يزيد عن حجم التبادل التجاري ما بين كردستان ولا دولة كردية صديقة وحليفة لتركيا أفضل لأن تكون دولة عدوة وتخلق مشاكل مثل إيران. لا، يعني ستكون سند لتركيا. الأتراك الآن يقتنعون ما يتعلق في الاستهلاك. يعني مقولة الرفض التركي والتعويل على الرفض والممانعة التركية أعتقد أنه صارت من الماضي. العراق أيضا غير مستعد للدخول في حرب وغير مهيئ للدخول، حتى لو أعلن مسعود البرزاني غدا، مش بس الاستفتاء، غدا أعلن استقلال. لا، إيران مهيئة. لماذا إيران غير مهيئة؟ لأنه إيران بصراحة متورطة في عدة جبهات، والدول العربية والمكون السني سمح لإيران لهذا التغلغل. لكن الوضع الكردي مختلف. لتتمادى إيران وتعلن حربا على كردستان العراق، وسترى الضرائب التي ستدفعها من الأمن، من الاقتصاد، من الكذا. ويعني يوجد في إيران 10 مليون كردي. يعني في هذا 10 مليون أكيد هنالك مليون كردي أو نصف مليون كردي أو 200 أو 300 ألف أكراد لديهم هذا الحس القومي الذي يمكن أن يخلق أن يكونوا قنبلة متفجرة في إيران. يعني إيران فعلت في دول الخليج وفي العراق وفي لبنان وفي البحرين وفي اليمن، لكن المكون السني والعرب الموجودين ضمن إيران لم يكن لديهم ردود أفعال قوية تهز أركان الدولة الخمينية. لكن الأكراد سيكون لهم هذا الدور، سيكون لهم هذا التأثير القوي الذي يردع إيران ويلقنها درسا، وربما يكون مقدمة لأزمات قوية بنيوية وجذرية، يعني تهدد، يعني أزمات وجودية تهدد إيران. وبالتالي التعويل على الممانعة الإيرانية والمخاطر التي تأتي من قاسم سليماني يمكن أن يفعل فعله في اليمن، في سوريا، في لبنان، في العراق، لكن لن يكون له ذلك التأثير القوي والفاعل والاستراتيجي في كردستان العراق. لأنه إذا كان لإيران